من خلال شغلي أنا شفت فيها أنواع كتير، منهم الناس اللي عندها ثبات وبيتحملوا، ومنهم الناس اللي بتخاف جدا. ولقيت إن معظم خوف الناس بيكون من تجارب سلبية، سواء اتعرضوا لها أو سمعوا عنها، أو ممكن يكون لا سمعوا ولا تعرضوا لمواقف، بس بيخافوا إنهم يتشخصوا غلط أو يتعمل لهم حاجة ما كانوش عاوزينها. وعلشان كده انا بشوف ان مهم جدا ان الطبيب لازم يسمع كويس قوي للمريض ويحترم شكوته. بالاضافه لكده وارد ان الطبيب ده يكون مشغول بكذا حاله، بس ده هيخليه ما يعرفش يهتم بولا حاله بالقدر الكافي اللي المريض بيطمح ليها. لذلك انا كدكتور مش من انصار اني اشتغل كذا حاله في نفس اليوم، لا، انا لازم ادي للمريض وقت واشرح هنعمل ايه وبنعمله ليه، واشركه في المشكلة وفي الحلول. وبرضه في نفس الوقت المريض لازم يكون حريص ان الدكتور مرتاح جسديا مش مرهق علشان يقدر يوفي له حقه. دي شوية خواطر حبيت اشاركها معاكم، ولو اي حد عنده اي سؤال حتى لو غريب يبعتهولي وهجاوب عليه في فيديو.